يشهد نهر دجلة في الآونة الأخيرة انحسارا غير مسبوق في منسوب مياهه، حتى بدأت مجاريه مكشوفة تظهر رواسب رملية وجزر طينية في مشهد يثير القلق. هذا التراجع الخطير في مناسيب المياه أثار مخاوف واسعة من تحويل الأزمة إلى كارثة بيئية ومائية قد تهدد الحياة الزراعية ومصادر المياه في العراق. محافظة واسط تعرضت لنتائج الشحة المائية المتعلقة بالتغييرات المناخية أسوة بباقي المحافظات. مديرية الموارد المائية إحدى دوائر وزارة الموارد المائية التابعة لهيئة التشغيل العامة اتخذت عدة إجراءات لغرض التعامل مع هذه الشحة وتقليل الضرر الناتج من هذه الشحة، وتمت متابعة إجراءات الصيانة من قبل المديرية والدوائر التابعة للوزارة من ناحية التطهير أو إزالة الشملان أو صيانة محطات الضخ بالمحافظة، وتم عبور الموسم الصيفي بنجاح نتيجة لتضافر الجهود ونتيجة لمساعدة المواطنين والفلاحين بالمحافظة. كمديرية زراعة واسط على أهب الاستعداد لتنفيذ الخطة الشتوية لهذا العام إن شاء الله المقدرة ب1,500,000 دونم. ما تم رفعه حاليا هو 4,800 دونم لمحافظة واسط. تم تخصيص هذه المساحات لخطة هذا العام، وهي حصرا لمناطق بدرة وزرباطية وجصان، وهي المساحات التي تروى على الآبار باستخدام التقنيات الري الحديثة. لكن إن شاء الله أوعد السيد رئيس الوزراء بإطلاق الخطة لهذا العام إن شاء الله حسب الاتفاقية المعلنة بين العراق وتركيا الأخير. أما خطتنا لمعالجة هذه الشحة هي تقليل المساحات، وثانيا تبطين الأنهر واستخدام التقنيات الري الحديثة. في المناطق الزراعية القريبة من النهر يعيش الفلاحون حالة ترقب وقلق مع اقتراب موسم الزراعة، فهم ما زالوا ينتظرون إعلان الخطة الزراعية لمعرفة نوع المحاصيل المسموح بزراعتها وكمية المياه المخصصة لهم. باسمي وباسم الفلاحي ومزارعي قضاء النعمانية محافظة واسط، نطالب الحكومة المركزية في بغداد بإقرار الخطة الشتوية لهذه السنة 2025، لأنه هي مصدر أرزاق الفلاحين والمزارعين. وفي حال عدم إقرار هذه الخطة فتحكم الحكومة المركزية على الفلاحين بالموت، لأنه إذا ما زرع الفلاح راح يموت ويترك أرضه ويهاجر إلى المدينة، ومن يهاجر إلى المدينة راح يسبب مشاكل اجتماعية، مشاكل أمنية. فنطالب الحكومة بإقرار الخطة الزراعية وتجنب هذه المشاكل. معاناة الفلاح العراقي اليوم هو توفير الحصة المائية اللي يستخدم بها زراعة قاعة، ويزرع قسم الثروة الحيوانية أم يعيش حلاله. إذا بقت الحصة المائية قليلة ما يقدر كل شيء يوفر من زراعة قاعة، وهاي بهيك عملية الثروة الحيوانية تنتهي. هاي عرب كاملة بها 750 نسمة، تقريبا 250 إلى 300 بيت. هاي الأرض مالتها شوف منا 6000 دونم، 6000 كلها بور عينكم ما تشوف. وهذا مشروحة اللي شالت البغداد واللي شالت للنعمانية واللي هاجرت ما ظلت عرب. هذا مشروحة. أنا من الناس من الشهر السادس لليوم أنقل ماي، لا ظل حلال لا ظل ماي. هاك باو عم نشوف لك حلال بالقاع، هم نشوف لك تربة مسقية، هم نشوف لك دونم مسقية، هم نشوف نهر بيه ماي، لا طير لا بشر لا شيء. هاك شوف صور باوع هاي القاع كلها الأرض متروكة. بقى ملف المياه من أهم القضايا التي تواجه العراق مع استمرار التفاوض بين بغداد وأنقرة، ويأمل المواطنون أن تثمر الجهود قريبا باتفاق أن يعيد للعراق حصته المائية ويخفف من معاناة الناس. للنعمانية نيوز علي مجيد.